أغرب وأندر أسرار عن المصريين القدماء هتغير نظرتك ليهم. الأولى، المصريين القدماء كانوا بيكتبوا بالموسيقى. والله، زمان كانوا بيكتبوا الأدعية والنصوص الدينية بإيقاع موسيقي، يعني الكلام يبقى ليه نغمة، وكانوا بيقروا الكلام ده بطريقة أقرب للإنشاد أو الترتيل، مش بس قراءة عادية. التاني، المصريين كانوا بيعرفوا المخ البشري. في بردية طبية قديمة فيها وصف دقيق لأجزاء المخ، يعني من آلاف السنين كانوا عارفين حاجة الطب الحديث اكتشفها قريب. وفيها كمان توثيق لحالات مرضية خاصة بالمخ والجهاز العصبي. الثالث، كانوا بيعقموا الأدوات الطبية، يعني قبل أوروبا بكتير. المصريين كانوا بينضفوا أدوات الجراحة بالنار، أو يغلوها أو ينقعوها في النبيذ. يعني كانوا عارفين يعني إيه تعقيم قبل ما حد يخترع الميكروسكوب أصلاً. الرابعة، الست المصرية كان ليها حقوق كبيرة جداً. الست في مصر القديمة كانت بتورث وتشتري وتبيع وتطلق كمان لو عايزة، يعني كانت بتعيش حياة مستقلة ومحترمة جداً، وعندنا وثائق بتثبت كده من آلاف السنين. الخامس، هم اللي اخترعوا التقويم. المصريين القدامى قسموا السنة ل 365 يوماً، وكانوا بيتابعوا نجم اسمه سيريوس علشان يعرفوا مواعيد الزراعة والفيضان. يعني التقويم اللي العالم كله ماشي عليه هم اللي بدأوه. السادس، محدش اشتغل بالصخرة في بناء الأهرامات، بعكس اللي بيتقال في الأفلام. اللي بنى الأهرامات كانوا عمال بياخدوا أجور، وليهم أكل وشرب وسكن، وكمان كان ليهم أيام راحة. وفي مقابر كتير للعمال دول جنب الأهرامات لحد النهاردة. السادس عشر، أول اختبار حمل في التاريخ كان عند المصريين. السادس عشر، أول اختبار حمل في التاريخ كان عند المصريين. بجد، الست كانت تتبول على حبوب شعير وقمح. لو نبت الشعير تبقى حامل بولد، ولو نبت القمح تبقى حامل ببنت، ولو ما نبتش حاجة تبقى مش حامل أصلاً. والعلم الحديث قال إن الطريقة دي فعلاً بتشتغل بنسبة معينة. السابع عشر، أول نقابة عمالية في العالم كانت في مصر. عمال بنات الأهرامات عملوا أول إضراب عن العمل في التاريخ، وسجلوا شكوتهم على ورق بردي. كانوا بيطالبوا بالأكل والراحة، وفعلاً تم الاستجابة ليهم. الثامن عشر، المصريين القدماء عرفوا البنج. كانوا بيستخدموا نبات اسمه الخشخاش في العمليات الجراحية، وده بيدي تأثير مهدئ ومسكن شبه البنج اللي نعرفه دلوقتي. التاسعة عشرة، اخترعوا نظام بريد متكامل. كان في ساعات بريد بيوصلوا الرسائل بين المدن والمعابد، وكان في ختم بالشمع الأحمر يوثق إن الرسالة ما اتفتحتش. العشرون، استخدموا لغة سرية بين الكهنة غير الهيروغليفي. في كتابات اسمها الهيرطيقي والديموطيقي، وده معناه إن كل فئة كان ليها لغة خاصة بيها. الحادي والعشرون، في بردية فيها نكت فرعونية. كان عندهم حس فكاهي عالي، وفي نكت مسجلة بتسخر من الكهنة أو من تصرفات بعض الناس، يعني كان عندهم روح دعابة زينا بالظبط. الثاني والعشرون، الفرعون رمسيس الثاني كان عنده شعر أحمر، وده اتأكد لما تفتح المومياء، وشعره كان محفوظ بلونه بسبب التحنيط، وده شيء نادر جداً. الثالث والعشرون، المصريين كانوا بيستخدموا التكييف بطريقة ذكية. كانوا بيبنوا البيوت من طين مخصوص، ويعملوا فتحات للتهوية بتخلي الهواء يلف جوه البيت كأنه تكييف طبيعي. 24، كان في مدارس زمان. مش كل الناس كانت بتتعلم، بس كان في مدارس فعلاً. اللي يدخلها غالباً بيبقى كاتب أو كاهن، والتعليم كان صعب جداً، وكانوا بيضربوا التلاميذ لو غلطوا. 25، أول موسوعة طبية في التاريخ اتكتبت في مصر، بردية اسمها بردية إدوين سميث. فيها وصف تفصيلي ل 48 إصابة دماغية وجسمانية وطرق العلاج. 26، أدوات المكياج زمان كانت علاج كمان. الكحل كان معمول من مواد بتعالج العين وتحمي من العدوى، يعني الجمال والعلاج كانوا ماشيين مع بعض. 27، كان فيه مصارعة في مصر القديمة. وفي رسومات على جدران المعابد لمباريات مصارعة، وكان في قواعد للحركات والمسك زي الملاكمة بالضبط. 28، بعض المعابد اتبنت على خطوط طاقة. فيه نظريات بتقول إن المعابد الفرعونية اتبنت على أماكن فيها طاقة كونية، وعشان كده بيقولوا إنك تحس براحة غريبة لما تدخل معبد. 29، الفراعنة سبقوا في علم النفس. في نصوص بتحلل تصرفات الإنسان زي الغضب، الخوف، الطمع، وبيشرحوا إزاي الشخص يتحكم في مشاعره
علشان يكون نقي ومتزن. 30. مومياء توت عنخ آمون كان فيها أثر حروق، وده خلى العلماء يعتقدوا إنه مات فجأة واتحنط بسرعة، وممكن يكون حصلت له حادثة أو انفجار، وده لسه سر لحد النهاردة.